بص، قبل كل حاجة هو المفروض الواحد يربي نفسه الأول. أصلا أنا المفروض أربي نفسي وأعرف الصح من الغلط قبل ما أربي طفلي عليه. حاضر ربي عيالك، مالك ومال تربي في شنابك قاعد تمشي ماشي ما حبسك ان شاء الله. لأن في الأول وفي الأخير طفلي بيتطبع بالبيئة اللي هو عايش فيها. البيئة هي العامل الأول المؤثر على طبيعة وشخصية طفلي، وأول حد في البيئة دي هي أهله، أبوه وأمه وأسرته، بعد كده الجار والقرية والبلد اللي هو عايش فيها كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر من قناة عمر أبو غنيمة، مقدم محتوى علمي تطويري يفيدك دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ في أي حاجة ما تنساش اخواتك واللي بيحصل معاهم، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلم والظالمين. في الحلقة إن شاء الله هنتكلم عن أساسيات تربية الأطفال، وهم إن شاء الله 5 أساسيات. أول حاجة زراعة وتعديل القناعات، زراعة الاهتمامات، تنمية المهارات، فن بناء العلاقات، القدوات. أول حاجة زراعة وتعديل القناعات. من أول يوم لطفلك بتزرع فيه عقيدة وقيم، ومن أول يوم لطفلك ومن أول يوم ينزل فيه للحياة بتأذن في أذنه اليمين وبتقيم الصلاة في أذنه اليسار. مع الوقت ومن أول سنة بتزرع فيه القيم والأخلاق والعقيدة، فبتعرفوا الصلاة وبتدربوا عليها قبل ما يبلغ 7 سنوات، ولما يبلغ 7 سنوات بيتضرب عليها. ومن تربى على شيء عاش عليه. يعني مثلا مش تستنى لما يجي الملكين يكتبوا وتقول أنا هعلمه الصلاة دلوقتي، أنت خلاص كده. فلا، بتزرع القيم ديت فيه وبتصرفاتك وهو لسه ما يفقهش شيء. قبل ما تعلمه يعني ايه اخلاق وصلاة بتمارسها قدامه ومعاه، لان الطفل مقلد قبل كل شيء. بعد كده زراعة الاهتمامات. بالممارسة والتكرار بتزرع في طفلك الاهتمام بالدين، فبتعلمه وتحفظه القرآن الكريم، وتعرفه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيه صفاته. كمان بتقرأ له قصص الأنبياء وتعرفه حياتهم. بتزرع فيه برضو الأخلاق والاهتمام بالنظافة، سواء كانت النظافة الشخصية أو النظافة العامة. يعني مثلا إنه ما يرميش حاجة في الشارع. طبعا الكلام ده خيالي للبعض، بس ده الصح يا عمنا. برضو بتزرع فيه الاهتمام بالنهضات والأدب والثقافة العربية والإسلامية، رغم اننا مش شايفين نهضة، بس يلا لعله خير. المهم اذا حبيت تشارك في نهضتنا اعمل لنا لايك واشتراك، وسيب لنا رأيك تحت في التعليقات. بعد كده تنمية المهارات، فبتنمي عند طفلك مهارات مختلفة، زي مثلا مهارات تقنية زي التعامل مع الحاسوب والبرمجة، ودي مهارات تفيده في مستقبله وحياته المهنية. وطبعا في دورات متاحة اونلاين تعلمه البرمجة والحاسوب واي حاجة من الحاجات دي. مثلا برضو تنمي عنده الابداع والابتكار، زي انك تسأله عن ماهية الاشياء، مش تستنى ان هو بس يسألك عن دي ايه يا بابا ودي ايه، لا انت اسأله السما لونها ايه، الارض دي لونها ايه، كده. اسأله عن اي حاجة خليه يجاوبك، ولو معرفش يجاوب انت قول له الاجابة ايه هي، وشجعه انه يسألك، لانك بكده بتنمي عنده مهارات فكرية ومعلومات. وكمان في دورات وبرامج تعليمية بتنمي الابداع والابتكار عند الطفل، زي موقع ابتكار وغيرها من مواقع كتير، وهسيب لكم ان شاء الله الروابط تحت في وصف الفيديو. كمان في دورات بتنمي عنده المهارات الإدارية والعملية اللي هتفيده في مستقبله المهني. رابع حاجة فن بناء العلاقات، وهنا بنعلمه كيفية التعامل مع الاشخاص، سواء كان الشخص ده كبير او صغير. فمثلا بتقول له تف على عمه او اشتم عمه، وده انت لو عايز طفلك يطلع سيء اخلاقيا وكده يعني. كمان بتعلمه ازاي يختار اصدقائه ويكون صداقات ناجحه، وتعرفوا ان المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. يعني الصاحب ساحب، يا اما جنه يا اما نار. واخر حاجه هي القدوات، وهنا الموضوع خطير جدا، لانه بيبني شخصيه الطفل بنسبه 80%، ممكن اكتر او اقل، الله اعلم، بس الموضوع خطير. وقدوته مش محمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو، دول شغف في مجال معين وهو مجال الرياضة، دول شغف انه يكون زيهم في الطموح والمهارة، لكن عمرهم ما هيكونوا قدوة، لان القدوة هو الانسان الصالح المصلح الرحيم الودود الامين مع الناس. ومش هتلاقي الكمال البشري ده الا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله اسوة حسنة. تعلمهم قصص القرآن وقصص الأنبياء. بقصص القرآن بتغير قناعات، بقصص القرآن بتغير اهتمامات، بقصص القرآن بتفهم علاقات، بقصص القرآن بتزرع قدوات. لكن الحاجة الوحيدة اللي قصص القرآن مش بيعملها هي تنمية المهارات، لأن بالتأكيد تنمية المهارات محتاجة تدريب وتعلم. وبكده إن شاء الله إذا جمعت ال5 أساسيات دي وزرعتها في طفلك هتكون زرعت نبتة صالحة في هذه الدنيا الطالحة، أو كما قيل الطفل أبو الرجل. فالتربية السليمة للطفل تجعل من نسله رجال
حينما يكبر. إذا عزيزي المشاهد، هذا يأخذنا إلى التساؤل: كيف كان يربي النبي والصحابة أطفالهم؟ يقول سيدنا أنس: خدمت النبي 10 سنوات، فلم يقل لي على شيء فعلته لما فعلته، وعلى شيء تركته لما تركته. ويقول أيضا: في ذات مرة أرسلني في بعض أمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إن هو يجيب له حاجة أو يعمل له شيء. أرسلني في بعض أمره فغبت عنه، فخرج النبي ووجدني ألعب مع الصبيان، فقال للنبي: أين ما أرسلتك إليه؟ فقلت له: ها أنا في طريقي يا رسول الله. فتركني ورجع. تخيل الموقف ده يحصل مع ابنك وتبعته وتلاقيه بيلعب. أنا مش هكمل لك، كمل أنت يا باشا. فلو بتربي ابنك زي ما الصحابة كانوا بيربوا، الناس هتقول استحالة الطفل ده يطلع إنسان سوي أو إنسان عدل، من كمية الرحمة والعطف اللي هم شايفينها. لأن الناس دي بتربي أولادها زي ما الشرع بيقول، فكان ما فيش طفل ينضرب. حد هيجي يقول لي دلوقتي: إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ أنا لو ما ضربتش طفلي، الطفل مش هيتربى كده. يا عم اصبر بس واهدى علينا، هكمل لك أنا. الصحابة كانت مش بتضرب الطفل إلا على اللحن، يعني اللغة، أو تحفيظ القرآن الكريم والمغازي للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان في حزم واعتدال، لكن مقابله رحمة وود وعطف. فمش كل حاجة تزعق لطفلك عليها وتضربه عليها، بل بتضربه إذا قصر في حفظ القرآن أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. غير كده مفيش حاجة يستاهل إن هو يتضرب عليها ولو كانت إيه، لأن الزعيق والضرب بيكون طاقات سلبية عند الطفل، وأحيانا أمراض نفسية. بعدين أنت بتربي طفلك من أول يوم، فاستحالة يعمل الحاجة غلط مرتين. فهم طفلك وعرفه إيه الصواب والغلط من خلال إنك تسأله: هل دي صح ولا غلط؟ هل دي ترضي ربنا ولا لأ؟ وختاما، يروى أن رجلا أتى لسيدنا عمر بن الخطاب حينما كان خليفة رضي الله عنه وأرضاه، يسأله عن الوقت المناسب لتربية طفله. سأل الرجل عمر: متى أبدأ بتربية طفلي؟ فأجابه عمر: قبل أن يولد. فتعجب الرجل تعجبا شديدا، زي ما حضرتك متعجب دلوقتي، اللي هو إزاي يعني؟ المهم، فقال الرجل: وكيف ذلك؟ فرد عمر بأن تختار له أما صالحة. وبكده نكون ختمنا حلقتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنساش لايكك واشتراكك وشيرك عشان تفعم الفائدة علينا وعلى غيرك.